السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. البنات كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. مرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم واحد الشوربه كتجي زوينه بالخضره، كتجي زوينه بالمذاق ديال الحريره. غادي نوجدوها ان شاء الله كيف ما كتشوفوا معايا. هنا قطعت الخضيره، الخضيره اللي كانت عندكم اللي متوفره عندكم غادي ديروها. عندي هنايا القريعه الخضراء، القريعه الحمراء، اللفت غير وحيده على حسب القياس اللي بغيتو نتوما. وعندي بطاطا، عندي مطيشه، خيزو، المهم كاع الخضر اللي متوفره عندكم في الثلاجه ديروها، جميع الخضر. صافي غادي من بعد ما قطعت هاد الخضيره وغسلتها غادي ناخذ واحد الكوكوط وغادي نفرغ فيها هاد الخضيره كيف ما قلت لكم القياس اللي بغيتو على هذا الشكل. جميع الخضر صافي على هذا الشكل غادي نفرغوها في هذا الكوكوط. صراحه هاد الشوربه راه كتجي زوينه وصحيه في نفس الوقت. كيف ما قلت لكم غادي نديروها بالمذاق ديال الحريره. غادي تتبعوا معايا حتى لاخر الفيديو ان شاء الله وغادي تشوفوا الطريقه اللي غادي ندير ليها. غادي نفرغ هاد الخضيره كامله في الكوكوط كما كتشوفوا. صافي غادي نزيدو عليها زويته بلديه وغادي نزيدو عليها شويه ديال البزار وشويه ديال المليحه، قيت ديال الملحه اللي غادي تكفاكم. وغادي نديرو المليحه القياس ديال الملحه اش غادي طيب. صافي دابا غادي نشعلو ليها البوطه. صافي غادي نشعلو ليها البوطه وغادي نقليوها مزيان في هاد الابزار والمليحه والزويته حتى تقلى مزيان هذيك الخضيره. بقاو تقليو فيها هكا بشي سباتيلا. من بعد غادي تزيدوا ليها الماء الكافي فاش غادي طيب لنا هاد الخضيره. من بعد ما طيب غادي نرجع معكم. من بعد ما طابت ليا الخضيره ديالي كيف ما كتشوفوا، كيف ما قلت لكم راني شحرتها في هذيك المليحه والابزار والزويته حتى تشحرت وزدت ليها الماء الكافي فاش طابت هاد الخضره. صافي دابا كيف ما كتشوفوا معايا راه طابت. دابا غادي نزيد عليها واحد الاضافه كيف ما كتشوفوا. دابا غادي ناخذ هنا شويه ديال القزبر والمعدنوس وشويه ديال الكرفس وغادي نضيفهم على الخضيره. هاد الشوربه الصراحه راه كتجي زوينه، نتمنى تعجبكم، نتمنىكم تجربوها. صافي دابا ملي زدت هذا هو السر باش غادي تجيكم هاد الشوربه ديالكم بحال المذاق ديال الحريره. مازال غادي نزيد معكم واحد الاضافات اخرين غتبقاو معايا حتى نساليو ان شاء الله. دابا غادي نطحنوا هاد الشوربه ديالنا، غادي نطحنوها مزيان في ميكسور ولا المهم شنو باش باغيين نطحنوها. ومن بعد ما نطحنوها غادي نرجع معكم باش نكملوا الطريقه. كيف ما كتشوفوا معايا من بعد ما طحنت الشوربه ديالي كيف ما كتشوفوا ساليتها طحنتها. صافي رديتها فوق البوطه، شعلت ليها البوطه وخليتها باش تعاود طيب. غادي نزيدوا لها واحد المكون اخر. صافي دابا غادي نزيدوا لها في البوطه وغادي نخليوها تبدا تغلى. وغادي ناخذ واحد شويه ديال الشعريه ديال السفه رقيقه كيف ما كتشوفوا معايا وغادي نضيفوها للشوربه. صافي وغادي نبداو نخلطوا على هذا الشكل. الصراحه راه كتجي زوينه. غادي نخليوها تطيب، راكم عارفين راه دغيا الشوربه اصلا راه طايبه والشعريه راه الرقيقه ديال السفه راه دغيا غادي طيب. صافي من بعد ما غادي طيب لنا غادي نطفيو عليها ونتلاقاو في الشكل النهائي ان شاء الله. وهذا هو الشكل النهائي ديال الشوربه ديالنا كيف ما كتشوفوا معايا. كتجي زوينه الصراحه، المذاق فيها رائع بالمذاق ديال الحريره مع داك الكرافس والربيع والمعدنوس. الصراحه كتجي زوينه، نتمنىها تعجبكم وتجربوها وتردوا عليا في الكومونتير. كيف ما كتشوفوا معايا راه جات زوينه. دغيا كطفيو عليها فاش كديروا ليها هاد الشعريه ديال السفه راه دغيا كطيب. راكم عارفين الشعريه رقيقه. نتمنىها تعجبكم وتنال الاستحسان ديالكم
ما تنساونيش من الاشتراك في القناه اللي ما مشتركاش، اشترك وتفعل الجرس. ما تنساونيش من الكومونتيرات ديالكم الزوينين، كيحفزوني باش نزيد نعطيكم فيديوهات جداد. والسلام عليكم ورحمه الله، الى فيديو قادم ان شاء الله.